لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. و10 جيوش عربية. مصر. يعتبر الجيش المصري الأقوى عربياً، وذلك بمؤشر قوة نيران عالمي يصل إلى 2676، وعدد جنود يبلغ حوالي 438,500 جندي. ويشار بأنه يحتل المرتبة 12 عالمياً، والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا. الجزائر. يعتبر الجيش الجزائري من أفضل القوات العسكرية المجهزة في المنطقة الشمالية من القارة الأفريقية، وقد حصل هذا الجيش على غالبية أدواته من روسيا والصين. ويشار بأن قوته على مؤشر قوة النيران العالمية قد بلغ 4366. أما عدد أفراده النشطين وصل إلى 130,000 جندي. المملكة العربية السعودية. يطلق على هذا الجيش اسم العملاق الإقليمي، وذلك بسبب ميزانيته العسكرية التي تتفوق على أي منافس آخر بكل سهولة، والتي بلغت حوالي 76 مليار دولار عام 2022. قوته على مؤشر قوة النيران العالمية فتبلغ 4302. أما من ناحية عدد الجنود النشطين فهو يصل إلى 227,000 جندي. العراق. يمتلك الجيش العراقي ثاني أكبر ميزانية مخصصة للقوات العسكرية على مستوى الدول العربية. أما بالنسبة لمقياس قوة النيران العالمية فقد بلغ حوالي 8,961، وعدد جنوده النشطين يصل إلى 64,000 جندي. سوريا. يبلغ عدد الجنود النشطين في الجيش السوري حوالي 142,500 جندي. أما مؤشر قوة النيران العالمية فيصل إلى 7,603. ويشار بأنه هذا الجيش حسب الدراسات التي قام بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يفتقر إلى الموظفين الرسمي، لذلك فهم يعتمدون على التجنيد الإجباري للمدنيين. المغرب. يحتل المغرب المرتبة 5 في قائمة الدول العربية التي تمتلك أكبر عدد من الجنود في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ مؤشر قوة النيران العالمي له 8,702. أما عدد جنوده النشطين فيصل إلى 195,000 جندي، ومقسمين كالآتي: 175,000 من أفراد الجيش، 13,000 يعملون في القوات الجوية، بالإضافة إلى 7,800 يعملون في القوات البحرية. وقد اكتسب المغرب قوته العسكرية من النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي في الجوار، وخاصة في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه في المنطقة الجنوبية. من الجدير بالذكر أن الجيش المغربي يمتلك واحدة من أقل الميزانيات العسكرية في قائمة الجيوش العربية، التي بلغت 5.2 مليار دولار عام 2022. الإمارات العربية المتحدة. وفقا لمقياس قوة النيران العالمية فإن الإمارات العربية المتحدة حصلت على درجة 9,087، وبذلك فهي تأتي في مرتبة متقدمة على معظم الدول العربية التابعة لمجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت وقطر وغيرها، فإن جيوش هذه الدولة هي الأفضل تدريباً والأقوى من بين الدول الخليجية الأخرى. أما عدد الجنود النشطين في هذا الجيش فهو 63,000 جندي. اليمن. تحتل اليمن المرتبة 66 عالمياً من ناحية القوى العسكرية، ويبلغ عدد الجنود حوالي 43,500، وبمؤشر يصل إلى 434. السودان. يبلغ مؤشر الخاص بدولة السودان 1,592. أما عدد الجنود النشطين فيصل إلى حوالي 282,150. الأمر الذي يجعلها تحتل المرتبة 70 عالمياً كأقوى جيش في العالم. ليبيا. تحتل دولة ليبيا المرتبة 74 على مستوى العالم،
ويشار بأن مؤشر يبلغ 2558. أما عدد الجنود النشطين فيصل إلى حوالي 100,000 جندي.